بابا. ايه يا حسام؟ هنزل مصر مع حضرتك. ليه يا ابني؟ اقعد بس مع مراتك واخواتك تعاليز جديد. معلش، اصل عندي ريس ما بيرحمش، ساب لي حمل ولازم ابقى قده. تعال يا ياسر. تعال. اركب هنا. ده انا بجد حضرتك. اركب. حسام. ايوه يا بابا. اصحى يا حبيبي، قربنا. هو انا نايم؟ انا مش نايم يا بابا. طيب اصحى اكتر يا اخي. انا هنزلك في اخر شارع الهرم عشان انا هطلع الصعيد. لا واجبنا، وانا هدخل بنفسي اتابع العمليه. ايه اللي حصل؟ فين صاحب حسام؟ خير ان شاء الله. بس عايزك اسمع كلام مفيش وقت الطلب فيه. وزير الصحه بنفسه في اوضه العمليات. امتى حصل الكلام ده يا بابا؟ وانت عرفت ازاي؟ بعدين هوريك. اسمعني كويس يا باسم. لا غلط، الرعب اللي على وشك ده مش مطلوب. انا عارف ان الحكايه مش بسيطه، بس لازم تكبر شويه. انت دلوقتي هتبقى مكان حسام لحد ما يطلع بالسلامه. جنب اخواتك لو شافوك بالشكل ده هينهاروا اكتر. اقفل طولك، خليك راجل، خليك قد المسؤوليه. احنا لسه ما عندناش اي تفاصيل، بس انا باكد لكم
ان الموضوع ده مش هيعدي من غير حساب. المهم سعد وحسام يخرجوا بالسلامة. ان شاء الله. عن اذنك. ايه الاخبار؟ محتاجين نعمل ده حالا. استنى. شد حيلك يا هاني. المرحوم مش ابنك لوحده، ده ابن مصر كلها، في منزلة الصديقين والشهداء إن شاء الله. وأنا بأكد لكم جميعا إحنا كأسرة واحدة مش هنسيب الإرهابيين اللي عملوا العملة دي من غير عقاب. فين وزير الصحة؟ ايوه يا ريس. كل الإمكانيات اللي تحتاجها حالة سعد بيه جوه مصر بره مصر لازم تتوفر. حاضر يا ريس. نسق مع رئيس الوزراء، وأي جديد لازم أعرفه أول بأول. حاضر يا ريس. انتوا بس مرادوة؟ ايوه يا فندم. ما شاء الله. شوفوا يا أولاد، بابا بطل عظيم يا مد مصر. مصر كمان هتوفر له كل الرعاية، ولحد ما يقوم بالسلامة ويرجع بيته تقدروا تعتبروني أبوكم.
عيلة الدالي جزء من عيلتنا الكبيرة كلنا. شدوا حيلكم. فين وزير الداخلية؟ تحت امرك يا ريس. أخبار الولاد اللي عملوا العملة دي إيه؟ ان شاء الله يا ريس. ان شاء الله توصل. انت سامعني يا سعد؟ طب تقدر تنادي على المدام؟ طيب ممكن تحرك صوابع ايدك اليمين؟ طيب ممكن نحاول نحرك صوابع ايدنا الشمال؟ هايل هايل يا سعد، برافو. للأسف النتائج لحد دلوقتي بتؤكد وجود شلل في الإيد اليمين وفقد القدرة على النطق. الحمد لله على السلامة. خلعت قلبي عليك، بس أنا كنت متأكدة يا سعد، أنا كنت متأكدة. ما تتعبش نفسك بالكلام، احنا كلنا كويسين. هو كويس، وبس تعبان شوية طبعا من الحادثة، بس أول ما يقدر يقف على رجليه هيجي عشان يشوفك. بس احنا كلنا كويسين، كلنا كويسين، الولاد كويسين، وانت وحشهم قوي، عايزين يخشوا يشوفوك، بس الدكاترة مانعين عنك الزيارة لغاية ما حالتك تبقى أحسن. بس احنا كلنا كويسين. وهبة خلفت. هبة خلفت. جابت ولد سمينا حسام على اسم ابننا. حسام مات يا سعد. حسام مات يا سعد. حسام مات يا سعد. ابننا مات يا سعد. ابننا مات يا سعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر
الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. سيادة الرئيس مرض إن أنا بلغك تعذيب نفسي، وإحنا كلنا أسرة واحدة يا سعد، وأتمنى يعني إن القرار اللي صدر ما يغيرش حاجة في اللي بينا. بقاء الله يا سعد. الشدة بقاء الله يا حبيبي، بقاء الله. البداية في حياتك يا سعد. ربنا يجعلها اخر الاحزان يا سعد. على فكره انت سايب لي هم تقيل قوي، لكن اطمن، الوزاره هتفضل زي ما كانت واحسن ان شاء الله. الباقي في حياتك. حضرتك عايز حاجة تانية مني؟ طيب أنا إذن حضرتك. الجبل بيتهد يا سعد، قعدت تبني وترمي في أساس، وفي الآخر طلع الأساس مخوخ. كنت فاكر روحك جبل يعلى يوم عن يوم، أتاري الفيران عمالة تقرقر في جذورك. فاضل إيه يا سعد؟ إيه اللي فاضل؟ هتندب كيف الولاية يا سعد؟ الفارس المنحوت من الصخر هيوقع من على فرسه ويتكسر 100 حتة عشان الامتحان صعب. وايه يعني؟ وحسام مات راجل عمره انتهى، بس انت حلمك ما انتهاش. ايه الفايدة؟ راجع حساباتك يا سعد. اللي عمل العملة دي غرضه منها ايه؟ فكر وانت تعرف، حتى لو عرفت حسام عمره ما هيرجع تاني. بس باسم موجود، وألفة ورضوى وهبة. سعد الدالي نفسه موجود. اعرف مين يا سعد، لما تعرفه لازم العالم كله يشوف جزاؤه هيبقى ايه على ايديك. ده سعد الدالي اللي اعرفه. ربنا يديك الصحة يا عمي ويتربى في عزك. بعد إذن حضرتك أنا هروح أطمن على الشغل في الشركة والمصنع. حضرتك تأمرني بحاجة؟ ألفت هانم. ميرسي يا خالد. هوبا خدي بالك من نفسك ومن الولد، ها؟ ولو احتجتي حاجة أنا في الشركة أو المصنع. حاضر يا خالد. بعد إذنكم. أنا كلمت وزير الصحة والمصحة فعلا محجوزة ومستنيانا، والطيارة برضو الطبية اللي هتاخدنا جاهزة في أي وقت. طب ايه رأي حضرتك في خبر طازة زي الفل على غيار الريق؟ هات يا حبيبي. في دالي صغير في الطريق إليك. بجد يا حسام؟ نشوى لسه قايله لي دلوقتي وهي بتودعني. نشوى في أوضتها مع مامتها يا حبيبي. نشوى حامل. وبسؤال المجني عليه عن عدد المهاجمين لسيارته أثناء وقوع الجريمة والوسيلة
التي استخدمت لمهاجمة سيارته أفاد كتابة؟ 6 على 3 موتوسيكلات. وبسؤاله عن أوصاف الجناه أفاد كتابة؟ أفاد إشارة؟ كانوا مغطين وشهم؟ ما قدرتش تلمح حد منهم يا سعد بيه؟ لا، هربوا في اتجاه الهرم. سجل المعلومة دي عندك يا سيادة اللواء. حاضر يا فندم. وبسؤاله عن ماركة أو أوصاف الموتوسيكلات التي استخدمت في الاعتداء عليه أفاد؟ الموتوسيكلات العادية. وبسؤاله إن كان يتهم أحدا أو يشك في ضلوع أحد الأشخاص المعروفين بالنسبة له في ارتكاب الحادث فأجاب؟ سعد بيه، هل بتتهم حد أو بتشك في تورط حد من المعروفين بالنسبة ليك في ارتكاب الحادث؟ هل في خلافات حادة في مجال العمل أو خصومة ثأرية كونك من أبناء الصعيد؟ هل تريد أن تضيف شيئا أو معلومة خاصة بالحادث؟ يكفل التحقيق في ساعته وتاريخه على أن يظل المجال متسعا لفتحه من جديد في حال تذكر المجني عليه أي تفاصيل. مش لازم حد يعرف إني بتكلم لحد ما افتكر تفاصيل الحادثة كلها وانتقم لحسام الله يرحمه. الله يرحمه. بس أنا مش قادر أصدق وداني. طب إزاي الموضوع ده عدى على كل الدكاترة اللي كانوا بيعالجوك من غير ما ينكشف؟ وأنا في العناية المركزة جه وزير الصحة ومدير المستشفى يطمنوا على صحتي. ربنا يستر. الإصابة على بعد مليمترات من منطقة الكلام في المخ. قصدي معليك ان احتمال اصابته بشلل في الناحيه اليمين وعدم القدره على الكلام وارد. اكيد وارد. هو عموما قدامه ما بين ساعه وساعه ونص لحد ما يفوق. ما تتفضل معليك نشرب فنجان قهوه في مكتبي وعلى ما يفوق نبقى نرجع له. مفيش مانع. اتفضل يا فندم. سعد ادالي. وانت ازاي يا سعد جالك قلب تعيش الكل في قلق وانت الحمد لله كويس وقادر تتكلم؟ محدش شاف اللي حصل غيري يا فوزي، ولو تعرف اني بتكلم هيحصل حاجة من اتنين: يا اللي عملوا العملية دي هيكرروها تاني والله أعلم هتصيب ولا هتخيب، يا إما هيهربوا قبل ما أخد بطاري منهم. هو أنت عارفهم يا سعد؟ اللي قادر أفتكره عددهم 3. بقية الحادثة خيالات. عربية حد بيدي تمام، مراية رجلين، يعني بيجيلي زي ما تكون حلم مش حقيقة. مش موجود يا فندم. نقول له مين؟ مع السلامة. خليهم يعملوا لي فنجان قهوة ويجيبوا لي على جوه. حاضر يا فندم.
الكلام اللي هقوله دلوقتي موجه لكل الموجودين. كل واحد هيعرف ايه المطلوب منه قصاد الجميع. بعد ما اخلص كلام هقعد مع كل واحد لوحده عشان لو كان في استفسار او ملحوظه. درس خصوصي يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عدد الشركات والمصانع اللي اسسناهم او اشتريناهم خلال ال9 سنين اللي فاتوا 26 شركه في 9 سنين، ده غير اللي راح في التأمين. يبقى إنجاز عظيم. أنا بطلب منكم دلوقتي إن خلال 12 شهر بس اللي جايين يبقوا 40. ما تتخضوش، كل شيء محسوب ومدروس بفضل المعلومات اللي جمعها فوزي ورفعي. فائض ميزانية السنة اللي فاتت كام؟ مليار وحوالي 125 مليون. بداية معقولة. احنا مش هنقرب من رأس المال عشان العجلة تفضل دايرة. احنا هنركز بس في الشغل الجديد. ايوه يا سعد، بس انت كده داخل على احتكار وده ممنوع. انا مش عايز احتكر حاجة، انا بس بوسع القاعدة. احنا كده مش بنوسع القاعدة يا عمي، احنا كده بنبلع السوق. والله اللي قادر على الكحل يكحل ومش عاجبه يرحل. المهم احنا عندنا نشاطات جديدة أول مرة هنعملها، عشان كده عملنا دراسات جدوى وجبنا كتب هتتوزع على كل واحد في اختصاصه. ودلوقتي هوزع عليكم المسؤوليات. سعد، مالك يا سعد؟ في ايه؟ ده كابوس. مش معقول. أرجوك سيبني أعيش حياتي بشكل طبيعي، وأنا من نفسي أوعدك هقول لك كل حاجة في وقتها من فضلك. يا ابني أنا خايف عليك، أنت ابني الوحيد، عمك دلوقتي بيفوق ولو عرف مش هيرحمك. أنا اللي مش هرحمه. سعد الدالي ده خلاص كبير العيلة، بقى عامل زي الشجرة العجوزة في عز الخريف، ورقها عمال يقع ورقة ورا التانية، وكلها شوية تنشف وتترمي للنار تاكلها. أنت ناوي على إيه يا خالد لعمك؟ لا ما تخافش، أنا بس هلعبه باللعبة اللي هو بيحب يلعب بيها، هلعبه بقوانين السوق. أحسن ده لسه ورور، هو بس اللي فاكر نفسه جامد. أهلا يا سي جامد يا سي خالد. لولا ان انا لقيت عربيتك بره كنت خدتها من قصرها ولفيت ورجعت. اصل انا خدتها كعب داير وانا بفتكر الاماكن بتاعتك يا عمي. عيني يا عيني، ده انت ذاكرتك قويه قوي ما شاء الله. اصل انت تقريبا يا خلوده ما جيتش معايا هنا غير مره واحده مش كده؟ يا عمي عيب نتكلم عن الذاكره القويه وحضرتك موجود برضه. انت اول ما دخلت عليا عرفت اني قابلت ابوك صح؟ ماشي، يعني انا اتكلم على طول من غير مقدمات. حاضر يا عمي، انا عايزك تقف جنبي يا عمي. عمد دبب، عارف عمد دبب؟ اقف جنبك قدام سعد يا اخطل. لا طبعا، ليه يعني؟ هو اللي عنده طموح واحلام في العيله دي بتعتبروه عدو ليه؟ وانت زي العاده جاي ترغي وتلف وتدور. شد شد. شوف يا ابني، انا دماغي مش فايقالك، انا باجي هنا عشان اروقها مش هصدعها. ايوه بس انا من حقي ان انا اكبر. حقك كسر حقك. هات. تكبرش الا على حساب سعد يا سي خالد. سايب الدنيا كلها ورايح تمد ايدك لايدين اكتر ناس سعد بيكرههم وتقول لي ببساطه كده اصل انا عايز اكبر. السوق مقفول يا عمي، كل ما دخله مخارجه معروف، عن انا اروح فين يعني؟ ده مخك هو اللي مقفول مش السوق يا رفيق السوق. انت عارف يا ابني احنا اول ما بدأنا ما حطيناش ايدينا في ايد اي حد واعتمدنا على نفسنا وبس. ليه؟ عارف يا عمي، بس الظروف اتغيرت. اتغيرت للاحسن. دلوقتي بقى في انفتاح، كل الناس تقدر تشتغل. على ايامنا احنا ما كانش فيه انفتاح، ما كانش فيه فرص، وتأممنا.
عارف يعني ايه اتأممنا وتعبنا، بس اشتغلنا وقدرنا نقف على رجلينا تاني، وقدرنا نكبر اكتر من الاول. ايوه يا عمي، بس انا مش هقدر ارجع في كلامي واتفاقي مع الناس دول. يبقى تستحمل بقى يا حلو. صدقني محدش هيرحمك من سعد، حتى ابوك نفسه مش هيقدر يشفع لك عنده. نصيحة مني يا خالد يا ابني، سعد اللي انت كنت تعرفه قبل الحادثة مات فيها. اللي خرج من اوضه العمليات ده ورجع للحياه مره اخرى سعد تاني خالص، ومش هيرحم اي مخلوق يقف في وشه. وبكره الايام تثبت لك اللي عمك فوزي قاله لك. طب يا عمي دبرني يا عمي، اعمل ايه؟ صلح غلطك بنفسك، وانا واثق ان انت عارف الحلول كلها. طب ولو ما قدرتش؟ لو ما كنتش عمك اللي مربيك وعارف دماغك كويس وعارف قرارك كنت صدقت انك هتغلب. لكن انت جواك سعد الدالي برضه، ولو الظروف سمحت لك مش هتتردد لحظة انك تفرمه قبل ما هو يفرمك. خالد تليفون عشانك. مين؟ واحد مش عايز يقول اسمه، تحب اخليه يكلمك كمان شويه؟ يعني ايه مش عايز يقول اسمه يعني؟ ما قلتلوش ليه ان انا نايم؟ قلت له طبعا، بس قال لي في حاجه مهمه وعايزك ضروري. شكله كده من المصنع عندك. مصنع؟ ايه الحمام على ما اشوف عايز ايه واجي. حاضر. خالد ايدي. ايه؟ ايدي. دي عشانك يا حبيبتي. عشاني انا؟ عشانك. دي تعويض عن الفترة اللي انا كنت سايبك فيها انت وحسام يعني. بجد تتكلم؟ بس انا ليا شروط. طبعا موافق ولا طبعا مقتنع ان من حقي اقول شروط؟ لا طبعا من حقك تقولي شروط. لو ان انا يعني ما بحبش موضوع الشروط ده، بيعمل حواجز بين الناس خصوصا اللي زينا هم اللي الشروط اتعملت عشان تتحط بينهم. الناس العاديه ما حدش فيهم بيحتاج يشرط على الثاني. طلباتك يا داليا. العصمه تبقى فيه. موافق يا داليا. حاجة تاني؟ مهري. ولا انت مش ناوي تدفع لي مهر؟ الله، هو مش العصمة في ايدك؟ المفروض المهر عليك انت. دمك خفيف قوي. ماشي يا داليا. تحبي مهرك يكون كام؟ مهري مش فلوس، مهري سعد الدالي. انكتب له عمر جديد المرة اللي فاتت، بس ده مش معناه انه صعب يموت، ومش كل مرة تسلم الجرة. فهموا الكلام ده بمعرفتك بيه. جواب من مجهول، مكالمة تليفون وتغير فيها صوتك. فهموا انه لازم ينسى حكاية المذكرات اللي عايز ينزلها السوق دي. فهمني؟ تمام سعد. اتفضل انت دلوقتي يا عاصم. تمام. استريح مع عبد السميع. شكرا يا معالي الباشا. انا عايزك بقى تعيد عليا كل اللي قلته في التحقيقات تاني.
بس بالراحه وواحده واحده وبصوت واضح. حاضر يا باشا، بس انا مش فاكر التوقيت بالظبط والله العظيم، وانا عارف ان هو مهم بالنسبه لكم. خليك في المهم يا عبد السميع. الاتفاق الاتفاق ان انا اخد الموتوسيكل ادخله المخزن واخد 1000 جنيه. لقيتها شغلانه سهله وبسيطه، وافقت على طول. والاتفاق ده كان مع مين؟ بيه محترم قوي، باشا عدم المؤاخذه. لسه لحد دلوقتي برضه مش قادر تفتكر اسمه؟ هو مش فاكره، هو اصلا ما قالوش. المعلومه دي بقى بالذات انا فاكرها كويس قوي، لان لما سالته شخط فيا وعينيه احمرت وقال لي مش شغلك يا بني ادم. بعد اذنك يا باشا. الباشا او الراجل اللي انت قابلته ده كان شكله ايه؟ شكله باشا وريحته حلوه وهدومه اخر شياكه. انا مش بسالك عن ريحته، بسالك عن شكله. ابيض اسود تخين رفيع؟ كان متلتم مش كده يا عم عبد السميع؟ مش متلتم، هو كان حاطط كوفيه واكله ربع وشه، وكان بيتهيألي كمان انه كان متخن صوته علشان خايف ان انا اسمع صوته الحقيقي. وفي التحقيقات الاولانيه ما قلتش الحكايه دي كلها على بعضها ليه؟ قلقت يا باشا لما عرفت الموتوسيكل ده في قضيه سعاده الوزير، قلت اكيد دي نصيبه كبيره، لكن والله العظيم لو اعرف ان الموتوسيكل في الحدوته دي كلها انا كنت مسكت الباشا ده وبلغت عنه، واللي يحصل يحصل. اسمعني يا فندم. اتفضل. الراجل ده انت قابلته فين؟ قابلته قريب من المخزن بتاع الشركه، على الطريق بتاع مصر اسماعيليه، بعد الورديه بتاعتي ما خلصت. حتى هو ما كانش لوحده، ده كان معاه شاب طول بعرض، هو اللي ندهلي وقال لي البيع عايزك في العربيه، ووداني لحد عنده. العربيه كان نوعها ايه؟ اكذب على سيادتك لو قلت لك نوعها ايه. احنا ما بتفرقش عندنا ماركات العربيات يا بيه، ده انا كنت بكمل عشانه، وال1000 جنيه اللي خدتهم دول رفعوني من 7 أرض بدروم كنت عايش فيه لسطوح شرح وبرح بشوف حي القلعه منه. بس عشان ما اكدبش على سعادتك، هي كانت عربيه فخمه وكبيره. طب لونها؟ مش فاكر لونها يا عم عبد السميع؟ هي عربيه كانت فاتحه، والبيه الله يخرب بيته اللي كان قاعد فيها كان مولع نور العربيه اللي جواني، واول ما وصلت له راح طفيه. يا سعد بيه، حضرتك عندك اي اسئله تانيه؟ سؤال اخير. اتفضل. الباشا اللي انت قابلته كان راجل كبير ولا شاب صغير؟ هو في سن حضرتك كده، يجوز اكبر 2 3 اصغر 2 3، لكن شاب لا، حتى لو اخرس مش متخن صوته. مش معنى انا دي اللي انت متاكد منها قوي؟ لان لما مديت ايدي اخد منه الفلوس لمحت شعر ابيض في سوالفه لناحيتي. طيب يا عم بس اتفضل استنى بره عند المقدم عاصم. شكرا يا فندم. انت غلطت طبعا يا ريف انك ما قلتش لسعد. هو احنا هنفضل ساكتين على الولد ده ونغطي عليه لحد امتى؟ تفتكر هنقدر نمنع الجوازه دي؟ جوازة ايه اللي هنمنعها؟ هنمنعها ازاي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنضرب كرسي بالكلوب؟ وبعدين اسكندريه مش صغيره يا رفقي. هو البيه اللي جالك ده وجاب لك الخبر ما قالكش الفرح فين في اسكندريه؟ سالته طلع ما يعرفش. طبعا ما يعرفش، طبعا اكيد فرح زي ده مش هيعملوه في مكان عام ولا مكشوف، والا كانوا عملوه هنا وريحوا نفسهم. دي ناس مسافره تعمل فرح في الدرة، واحنا مش هنلف وراهم بقى في اسكندريه بيت بيت. امال ايه يعني، هنستنى لغايه لما يرجعوا وتقع الفاس في الراس؟ ما هو البيه الخالد مش سايب لنا خيار تاني للاسف. انا مش فاهم الولد ده يعني ايه اللي عاجبه في النسب النص كم ده؟ عيله الدالي بجلاله قدرها بهيلمانها ده كله مش مالي عليه. طب ليه؟ طيب يا خالد طيب، لما ترجع انا ليا حساب معاك. ايوه انا اللي هحاسبه، مش هستنى لما سعد يعرف ويتصرف. هتشوف يا خالد يا ابن صفوت. لما رفقي قال لي على المكان افتكرتك غيرت نشاطك وبقيت بتلعب في الآثار. كلنا بنلعب، بس كل واحد بيلعب بطريقته. الحمد لله على السلامة ولو انها متأخرة. وانت البقاء لله ولو انها متأخرة برضه. نخش في الموضوع. هي رسالتي ليك ما كانتش مفهومة ولا ايه؟ انت عارف ان انا ما اجيش بالتهديد. ايه المطلوب مني بالظبط؟ ماشي،
انت مش هتستفيد حاجه من الكتاب اللي هتنزله ده. كل اللي هتعمله انك هتضر مصالح ناس كبيره وخلاص. والناس الكبيره بقى باعتينك مندوب عنهم، ولا انت خايف ان انا اكون جايب سيرتك في الكتاب؟ انت عارف كويس قوي ان انا ما بعمل شغلي ما بسيبش دول ورايا، وما عنديش حاجه اخاف منها ولا عليها. ابو النجا، انا مش عايز غير الحقيقه. فكر كويس، يمكن يكون في حاجه انت مش واخد بالك منها. ايه؟ وانت في انجلترا سمعت او عرفت حاجه عن الحادثه بتاعتي؟ ما بقاش يا ابو النجا. عظيم. عندك معلومات عايز تقولها؟ الناس عاوزينك تسيب مناقصه اوروبا لانهم مش هيسيبوها. الكلام ده سمعته قبل كده وما هزش الشعره فيا. قبل الحادثه ولا بعدها؟ كنت متاكد ان التدبير من بره، يعني اللي ساعدهم قدام المعلومات من هنا، لكن طريقه التنفيذ والنتائج اللي وصلوا لها بتاكد ان ده شغل ناس محترفه. صح 100%. بس انت ناقصك بقى تعرف مين اللي عمل كده. انت تعرفه؟ طبعا. مين يا ابو النجا؟ اذا كنت انت مستبيع فانا عقلي في راسي. الوحيد اللي حضر الاجتماع ده بالصدفه هو انا، ولو اي كلمه طلعت تبقى طلعت مني انا. امال احنا بنتكلم في ايه من الصبح؟ حط نفسك مكاني. اذا كان انا بكل علاقاتي الدوليه ما اقدرش ازعلهم، ما اجرؤش اضايقهم. انا ما يهمنيش المافيا وانا عارف ان انا مش قدهم. انا طاري مع اللي هنا، اللي اداهم المعلومات وخلاهم يحرموني من ابني البكري. وايه الفايده؟ حتى لو عرفت وانتقلت منه، طول ما انت حاطط مناقصه اوروبا دي في دماغك المافيا مش هتسيبك. اخد حقي الاول من اللي عمل فيا كده، وبعدين اللي يحصل يحصل. اسمع يا ابو النجا، انا هعمل معاك اتفاق راجل لراجل. وصول الكتاب هحرقها بايدي، يعني ما حدش هيشوفه بعد كده. بس تريحني وتقول لي اللي تعرفه. اللي انت بتقوله ده انا ما كنتش احلم بيه. كل اللي كنت هطلبه منك انك تشيل اسمائنا من الكتاب او حتى تخليها عايمه كده. لكن الثمن اللي انت طالبه ده هو فعلا حقك وبسيط جدا، لكن مستحيل. دي لعبه كبيره قوي يا سعد، وخطر انا مش قده. خلاص يبقى عليا وعلى اعدائي. ما تدربكش الدنيا يا سعد، انا قلت لك اللي عندي. وانا قلت لك اللي عندي، عن اذنك. استنى يا سعد، انا هعمل معاك اتفاق جديد من غير ما يوتر العلاقه اللي بيني وبين الجماعه ويوصلك للي انت عايزه. بالبلدي كده هقرب لك المسافه. وانا هنفذ اللي انت عايزه. والكتاب؟ ما انا قلت لك وعدي شرف. ما تسالنيش عن اي تفاصيل. اللي عمل كده انت عارفه كويس. منافس في السوق. حد من العيله؟ ما تسالنيش عن تفاصيل زياده. ما ترمينيش وسط الموج وانا ما بعرفش اعوم وتقول لي ما تغرقش. كمل جميلك، ارمي لي طوق النجاه. عارف المثل اللي بيقول يموت حبيبي وانا ما استهواش؟ فكر كويس يا سعد، هتوصل. أنا راجل واقعي، عارف قوتكم وعارف قوتي، بس أنا عندي طار لازم أخده عشان أرتاح. فأنا على استعداد إن أنا أتنازل عن مناقصة أوروبا لرجال الأعمال اللي مصالحكم معاهم. ومش بس كده، مش هخش أي صفقة بره منطقة الشرق الأوسط إلا بعد ما أرجع لكم وتقولوا لي ده يضر بمصالحكم ولا لأ. واللي هتقولوا لي ادخلوا هدخلوا، واللي تقولوا لي سيبوا هسيبوا. عظيم. والثمن؟ تسلموني اللي ساعدكم في مصر وأعرفكم طريق سير يوم الحادثة. أظن دلوقتي أنا أهمكم مصالحنا مع بعض. أنت رجل أعمال بتجيد فن إدارة أعمالك سنيور سعد، لكن المسألة مش بالبساطة دي. أنا قلت اللي عندي. سكوزة، مش مهم تقول إيه، المهم اللي تقوله ده يناسب مصالحنا وأهدافنا ولا لأ. هي دي الحسبة الصح يا سنيور سعد. لو الحسبة حسبة مصالح نبقى متفقين ومش محتاجين كلام كتير. سلم واستلم. أنت بتعرف تهزر، شيء رائع، لكن ما أعتقدش إن ده يوصلنا للغرض أو النتيجة المطلوبة.
احنا مش في حاجة ان احنا نتفاوض او نقايد معاك زي ما انت عايز تعمل. احنا وجهنا لك رسالة لكن للأسف ما وصلتلكش زي ما احنا عايزين عشان خطأ في التنفيذ. لولا كده ما كنتش هتبقى قاعد قصادي دلوقتي. عارف إن كان المفروض أموت، بس غصب عني. الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، وأكيد مكتوب لي أعيش عشان آخد حقي وأعدل كفة ميزان العدل اللي مالت. انت قلت انك واقعي ومش مصلح اجتماعي. على أي حال عرضك مرفوض سنيور سعد. أنا كنت متصور إن عندك عرض يستاهل تعبي معاك ده. دول جابوني من أوروبا امبارح بالليل عشان أجي أقابلك. وعلى فكرة عرض زي ده ممكن يصيبهم بالإحباط. عارف ليه؟ عشان في لهجة تحدي إحنا ما بنحبهاش. ده اللي جابك بقى على ملا وشك؟ انت مش بتلعب بالنار يا سعد، لا انت كده بتدخل النار برجليك وبتاخد كل اللي حواليك معاك. ربك بس اللي في ايده الثواب والعقاب، انت هتكفر؟ انت فاهم قصدي كويس يا سعد. انا هقولها لك بصراحه، انت اصلا ما تفرقش معايا. دي صراحة ولا وقاحة؟ احسبها زي ما تحسبها يا سعد. دلوقتي انا بقيت في الصوره معاك بعد ما سيادتك جرجرتني في الكلام والجماعه فهموا ان انا قلت لك حاجات ما يصحش انك تعرفها. وانت خايف النار تلسعك؟ سعد بلاش استفزاز، انا كده هتاخد غدر. ما تكبرش الموضوع. الناس دي لو بتغدر باصحابها كانوا قبلوا العرض بتاعي. ما تخافش على روحك. يا سعد يا سعد، البرليوني مشي وهو غضبان. انا مش عارف انت قلت له ايه. بعدين خلي بالك برليوني ده سمه في ضوافره ومتهور وعمل مشاكل كتير للمافيا بسبب تهوره ده. كمان بعت لي واحد غبي يتفاهم معايا. هم فاكريني ايه؟ انا كمالي بس، كمالي وكمالي الموضوع ده يا رب. جرى يا ابو النجا، انت جاي تندب هنا ولا دي رساله جديده عشان اخاف واترعب واسلم زيك؟ بقول لك ايه، ما تشيل الموضوع ده بقى من دماغك واعمل لهم اللي هم عاوزينه. انت بتخرف تقول ايه؟ خرف؟ جرى يا ابو النجا، انت جاي تضغط عليا عشان اعطاتي غصب عني؟ انت مش بتتكلم في كام مليون ولا كام مليار هيروحوا. ده دمي ودم ابني، ومش هسيبهم يا ابو النجا. مش لو المافيا وقفت في طريقي، لو العالم كله وقف في طريقي هكمل. انا يا قاتل يا مقتول. سعد الدالي عايز راسك بأي تمن، واعتقد ان احنا لو طلبنا منه ثروته كلها في مقابل ده مش هيتردد ابدا. ده بيقول انه مستعد يدينا اي حاجة خارج مصر تحديدا مقابل ان احنا ندله عليك. لكن سعد حسب ما درسنا شخصيته عنيد، عنده حيل كتير قوي، وانا ما بأمنلوش لانه ما عندوش انتماء. بعكسك انت يا صديقي، انت هتكون الراجل اللي هنحط ايدينا في ايديه عشان نحقق مصالحنا سوا. اطمن، مش هنضحي بيك وكل حاجة هتتدبر. انا هشرح لك كل حاجة بس بعد ما نشرب. لا لا لا، مفيش داعي للوقوف. المسألة ما تسهلش تعب. باسم خليك مع ماما وانكل رفقي، الباقي حصلوني على اوضه المكتب. اتفضل لو سمحت معايا. معلش قعدتنا هتطول شويه، بس انا مش عاوز اعطل المأذون. لو سمحت خد بطاقه صفوت بيه وفوزي بيه. وانت كمان يا خالد بيه طلع بطاقتك. هو في ايه يا بوبي؟ اقعدي. ارمي اليمين يا خالد. ايه؟ مش قادر تنطق؟ ارمي اليمين. انت طالق. ليه يا بابي؟ ليه؟ انا ما
اقدرش اعيش من غيره. التلاتة. باسم اتفضل. تعالى وصل فضيلة الشيخ. شكرا ليك، مع السلامة. السلام عليكم. ألفت رفيق اتفضلوا. في ايه يا سعد؟ يا سعد اهدوا بس. بصلح غلطة عملتها زمان. هتتكلم انت يا خالد بيه ولا تسمح لي اتكلم بالنيابة عنك واقول ايه اللي حصل؟ مع ان اللي هقوله مش جديد، على الاقل بالنسبة لصفوت بيه وفوزي بيه ولاد عمي والرفق بيه عزيز صديق عمري. بيه بعد ما خدته في حضني واديته امتيازات ما يحلمش بيها اي شاب في سنه وخليته زي ولادي، راح حط ايده في ايد ألد اعدائي. ومش بس كده، اتجوز بنته وبكل بجاحه راح اتجوز بنت ناصف مذكور. وكمان اتجوزت عليا. والبهوات كانوا عارفين وكانوا مخبيين عليا. يا سعد انا انا ما خلصتش كلامي يا فوزي. مش بس كده، حطيت ايدك في ايد اللي حرموني من ابني. كانوا عايزين يخلصوا مني عشان انت تستولي على كل حاجه وتقعد مكاني على راس المجموعه. انت حشره حشره تعبان. خدت كل الامانات اللي اديتها لك واولها بنتي. كان لازم اقطع رقبتك ساعه ما مديت ايدك عليها. ساعتها قلت غلطه ومش هتتكرر تاني. من دلوقتي البيت ده محرم عليك انت وابوك، وحقي وحق ابني هاخده بس مش بالقانون. انا حميتك وخليت النجس ابو المحاسن ده يعترف على نصب مذكور عشان يشيل كل حاجه. عارف ليه؟ عشان اللي هتشوفه من القانون مش هيشفي غليلي ولا هيساوي 1 على مليون اللي هتشوفه على ايديا. على فكره حاجاتك اللي كانت في الشركه والمصنع سبقوك على بيت ابوك. مفاتيح الفيلا. دلوقتي بره. ايوه يا سعد، بس الولد ما كانش يقصد يعني. انا فاهم كل حاجه. بره. انا عشت طول عمري عشان الكل وكنت مستعد اتحدى العالم كله وانا مش خايف، لاني كنت حاسس ان ظهري مشدود قوي. لو مفيش رفقي في فوزي، مفيش فوزي في رفقي. لكن النهارده وكل ايام عمري، ومن النهارده مفيش بينا غير البيزنس، واللي عايز يبيع نصيبه في الشركه انا مستعد، ونفض الشراكه اللي بينا. المعلومات اللي عندي بتقول انك طموح جدا، والعرض اللي انا قدمته لك هيحقق اهدافنا سوا. ايوه بس انت بتقول ان في حد غيري بيساعدكم، يبقى محتاجيني في ايه بقى؟ بيقولوا عندكم من تدخل فيما لا يعنيه. انت عارف الباقي، انا مش هكمل. سنيور خالد، انا مش ممكن اتوقع انك تتاخر في الرد على عرضي، لان الوقت مش في صالحي ولا في صالحك. هو عرض زي ده بصراحه ما يترفضش، لكن محتاج شويه تفكير. take it or leave it. اوكي موافق. اوكي، وانا ابعت لك التفاصيل اول باول. بس انا عايزك تسيب المكان ده، لان البوليس هيجي يدور عليك انت وبابا بتاعك هنا. حاضر، متشكر لاهتمامك.
اسالك سؤال ومش همشي لما اخد اجابته. اللي انت كنت معاه في الاتفاق الاولاني مع المافيا كان خالد الدالي؟ وايه اللي اتغير عشان اجاوبك على السؤال دلوقتي؟ لان المره دي انا شفت بنفسي. طب طالما شفت بنفسك جاي لي دلوقتي ليه؟ معقوله هتكدب نفسك وتصدقني انا؟ العب غيرها يا سعد، احنا مش في الحضانه عشان نوقع بعض في مقالب. برليوني كان عند خالد في عزبة ابوه في شبرمنت. اللمعه اللي في عينيك بتاكد ان كلامي صح. انت عايز مني يا سعد؟ وانا في طريقي لهنا كنت بفكر اذا كان خالد اللي عملها ولا لا، بس كان عندي سبب خلاني استبعد الاحساس ده. ولما سالتك وانت رفضت ترد عليا نط في دماغي الاحتمال التاني، وتاكد بالراحه اللي باينه على وشك. ايه؟ بقيت شغال محلل نفساني ولا ايه؟ وامشي على السلك كمان. المهم اوصل للحقيقه وما اظلمش حد وانا باخد بطار ابني. قول لي يا سعد على الاحتمال اللي اتاكد لك لما شفتني، وانا هريحك من غير ما اقول لك على الحقيقه اللي اعرفها وحضرتها. مش خالد اللي انت حضرت معاه الاتفاق الاولاني مع المافيا، مش كده؟ مظبوط. اسمعها كويس يا ابو النجا. مش خالد يا سعد. بس انت النهارده دبرت لقاء خالد وبرليوني، مش كده؟ انت اللي خدتهم لخالد لانه بقى بيعاديني. حط ايده مع ناصف مدكور وعيلة الزكي. بتضحي بيا عشان ترضي المافيا. صفقة تنقذ نفسك وتثبت لهم ولائك من جديد. انا قلتها لك قبل كده يا سعد، انت اصلا ما تفرقش معايا. رغم كده انا حاولت اقرب وجهات النظر واحل الموضوع بشكل ودي، لكن للاسف هم كانوا دارسينك كويس قوي وعارفين انك ما بتحبش حد يلوي دراعك ولا يكون السلطان عليك، ومش ممكن بقى اضحي بنفسي عشان راجل عنيد زيك. يموت حبيبي وانا ما استهواش. مظبوط يا سعد، وهقولها لك تاني، ولو استغربت موقفي تبقى راجل ساذج. انا راجل اعمال ولاقي الاول لنفسي، ومش ممكن اضحي بنفسي عشان واحد اكون له مخلص اكتر من اللي كانوا بيشتغلوا معاه وباعوه وقدموا لوزه مقشره وبالهنا والشفا على الاكيل. انا لو اعرف انك جايني عشان التفاهات اللي بتقول عليها دي ما كنتش صحيت من النوم ولا لبست هدومي ولا حتى نزلت قبلك. انت لا تملك الحق انك تتدخل في طريقة ادارتنا لمصالحنا. احنا احرار في الطريقة اللي ننهي بيها اعمالنا. خالد الدالي له مهمة محددة عشاننا مختلفة بالطبع عن مهمتك. المطلوب منك انك لا تقابله ولا تجتمع معاه لحد ما كل واحد فيكم ينهي مهمته. المرة الجاية لما تجيني يا تجيب لي خبر وفاة سعد الدالي يا تيجي تقول لي انا فشلت، وساعتها هنزعل منك قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده أول اجتماع حقيقي لمجموعة الدالي بشكلها الجديد اللي هتظهر بيه في السوق الفترة اللي جاية. بس في البداية اسمحوا لي أشكر المستشار محمد سلامة على المجهود الكبير اللي بذله في وقت قصير عشان يحقق لي الفكرة
اللي انا شايف انها هتبقى منهج المجموعه في المستقبل. عايزكم تفتحوا الدوسيهات اللي قدامكم تقروها بتمعن بس بسرعه، واللي ليه اي استفسار او ملاحظه ياجلها للاخر واسمعكم واحد واحد. اتفضل. بمجرد ما تمضوا العقود اللي قدامكم دي وتسجلوها في الشهر العقاري، الشركات والمصانع هتبقى ملككم بشكل كامل ورسمي. انا احتفظت لنفسي بس بالمقر هنا لحد ما نشوى تقوم بالسلامه. ساعتها اكتب المقر باسم المولود سواء ولد او بنت، ولما يبلغ سن الرشد يبقى يستلم حقوقه. عايزكم بعد ما تمضوا العقود تسلموها تاني للمستشار محمد سلامه، وبكره الصبح الساعه 9 تقابلوه في الشهر العقاري اللي في شارع رمسيس. ايوه يا سعد بس تمضي الاول وبعدين نتكلم. ارجوك يا سعد من فضلك، احنا نأجل موضوع الامضاء ده لحد ما كل واحد فينا يقول ملاحظاته. فوزي، في الاول قلت لكم هسمع كل واحد. حققوا لي رغبتي وامضوا. امضي يا هبه، امضي. شكرا يا سياده المستشار. دلوقتي عندي خبر لازم تعرفه، واعتقد انه جديد على الكل، خصوصا رفقي عزيز وفوزي الدالي. احنا المده اللي فاتت كنا في صراع شرس حوالين مجموعه مصانع للصناعات الخفيفه في اوروبا، وامبارح بس اتصل بيا الملحق الاقتصادي من سفارتنا في لندن وقال لي المناقصه رسيت علينا، والاسبوع الجاي هسافر اوقع الاوراق بنفسي. ليه كده يا سعد؟ ليه؟ ليه ايه يا فوزي؟ الحلم اللي كنا بنحلم بيه السنين دي كلها بقى حقيقه. هيبقى لنا فروع في كل اوروبا، والعالم كله هيعرف ان عيله الدالي بقت من الكيانات الاقتصاديه الكبرى في العالم، وده يتطلب مننا ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض. حكايه النشر دي بقى والتغيرات اللي حصلت دي مسؤوليه الاستاذ ادهم فارس، والوكاله اللي بقى مسؤول عنها هي هتبقى لساننا في المرحله اللي جايه خارج مصر وجوه مصر. اسمح لي يا سعد، انا مش موافق على الخطوه دي، مش موافق خالص. ده انتحار رسمي مش نصر اقتصادي. كان لازم ترجع لنا يا سعد بيه في القرارات المصيريه اللي زي دي، زي ما اتعودنا. احنا كده هنواجه طوفان ما احناش قده، احنا هنفتح ابواب جهنم علينا. انا لغيت الخوف من حياتي، وده قرار نهائي، وانا لوحدي اتحمل مسؤوليته. مش هفضل محبوس طول عمري، ومش هسمح للخوف انه يعطل احلامنا. وايه فايده الاحلام يا سعد لو هتعرض حياتك للخطر؟ احنا هنفتح باب التصويت يا سعد، ومجلس الاداره يقول كلمته. احنا كلنا في مركب واحده، وسلامتك يا ابن عمي اهم عندنا من اي مكاسب اقتصاديه. المناقصه دي بالذات بره التصويت، والمصانع دي لازم ترجع تشتغل بكل طاقتها وبجوده في الانتاج احسن مما كانت عليه مع الاجانب. هو ده التحدي اللي قصادنا يا فوزي. مش معقول اسيب شويه عصابات مأجوره تدمر حلم العيله. يا سعد بيه، العيله طول عمرها سعد الدالي. قبل العقود اللي مضيتوها دلوقتي كانت العيله كلها مسؤوليه سعد الدالي، لكن دلوقتي كل واحد منكم مسؤول عن مصانعه وشركاته، ومش هيفضل من سعد الدالي غير اسم العيله اللي موجود على المصانع والشركات، وده عندي اهم من سعد الدالي نفسه. في قرار كنت مأجله لاخر الاجتماع، ده هناخد عليه تصويت قبل ما امضيه، بس مش عاوز خلافات، وتسمعوني كويس.
في يومه وتاريخه قررت أنا سعد عويضة الدالي باعتباري رئيس مجلس إدارة الدالي جروب أن يتولى السيد فوزي عوضين الدالي رئاسة مجلس إدارة المجموعة خلفا لي بدءا من اليوم، على أن يخلفه في حالة وفاته أو تعرضه لحالة صحية حرجة لا سمح الله المهندس باسم سعد عويضة الدالي في رئاسة مجلس إدارة المجموعة. هذا وقد اتخذت هذا القرار في وجود مجلس إدارة المجموعة بالكامل، وطرحت عليهم القرار للتصويت. لا يا سعد، لا. انت ليه بتعمل كده يا سعد؟ ليه؟ ليه بتختار الوقت ده بالذات عشان تشيلني فيه المسؤولية الكبيرة دي كلها؟ نسيت يا فوزي؟ طول عمرك كنت جنبي، وده حقك اللي كان المفروض تاخده من زمان. احنا بدأنا سوا وتعبنا سوا وبنينا سوا وكبرنا سوا، وانا مش شايف حد تاني غيرك يشيل الحمل ده. انا خلاص تعبت، كفاية عليا المسؤوليات اللي هتبقى بره مصر، وانا مش شايف في حد من الموجودين هنا ان هيبقى قلبه على المجموعة زيك. مش هيحصل يا سعد، مش هيحصل. ربنا يديك الصحة طول العمر ويخليك لينا ويجعل يومي قبل يومك. سعد، طول ما انت موجود محدش غيرك هيبقى كبير العيلة. خالد بيه، احمد انتوا معترضين على ايه؟ يا سعد دي ما صفقة. طب اسمعوني معترضين على ايه؟ السوق بقى مفتوح لينا جوه مصر وبره مصر، خلاص. عيلة الزكي وناجي الدسوقي وناصف مذكور بقوا في السجن وقدامهم كتير عشان يطلعوا، ومفيش كيان اقتصادي في السوق تاني ممكن يقف قصادنا الا بعد سنين. فعشان خاطري بلاش خلافات وتعطلوا المجموعة، الأحسن نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نفضل راكبين السوق.
تحت الباب. استنى تقول. حاسب يا واحد. حاسب يا واحد. باب الطريق عندك مقفول. وده كمان مقفول. باسل ارمي على الباب. خد بالك من امك واخواتها. يعني ايه الابواب مقفوله؟ في سلسله وافتح الباب. انت بيضادي صناديق وخد اسد البلد جنبيها عشان يناموا يتنفسوا وانا بتخانق. ابعد انت يا سعد، ابعد انت. تعالوا يلا. العقود يا فندم المستشار. معايا يا سعد بيه. عايز تعمل ايه هنا؟ دي ورق مهم. مش مهم الورق حضرتك يا عم. هاتي. ادم. مع السلامة يا عمي. ادم خليك معاهم من هدخل سعد الباقيين. خلي بالك من نفسك يا باسل. ما تخافيش يا ماما. يلا يلا على بره بسرعه. تعالى. صب رجله يا رجلي. خدت يا فوزي. انا معاك يا فوزي. خلاص سعد بيه فوزي بعز.
ايوه يا فوزي. سعاد انت بخير؟ كلنا بخير يا فوزي. الحمد لله. حملي تقيل قوي. خايف. ارمي حمولك على اللي خلقك، هيرحمك ويحميك. ونعم بالله. كل اللي طلبه من ربنا انا هقول لك كل اللي انا عايز اقوله لك قبل الحيرة قتلتني وبتأموت عشان أعرف أنت ليه عملت كده وإزاي. كنت عارف. لما بدأت أفوق وأجمع الخيوط مع بعضها استبعدت خالد بسبب جملة قالتها لي ألفت. قالت لي ما كانش عنده وقت يدبر لحادثة بالشكل ده ولا ينفذها بالسرعة دي. قعدت أفكر مين اللي قال لهم على الحادثة بالسرعة دي. لقيتك انت اللي بلغت صفوت وبلغت رفيق بالحادثة. بقيت مش مصدق. قلت لنفسي فوزي فوزي ازاي الانسان ممكن يخون روحه؟ صح. فاكر لما قلت لك الناس دول لو عرفوا يدخلوا لك في لحظة يكون عقلك غايب فيها ممكن تقتل أبوك. ساعات دخلوا لي اللحظة دي. ليه يا سعد؟ ليه؟ مناقصة بالحجم ده ومعرفش عنها حاجة؟ للدرجة دي بقيت مركون على الرف ومليش لازمة؟ للدرجة دي؟ راح فين عهدنا مع بعض انك ما تخطيش خطوة ولا انا خطي خطوة غير بعلم بعض؟ انت في كل حتة وفي كل وقت. طب وانا انا فين؟ يا باشا باشا يا باشا. عايز ايه يا زفت انت راخر؟ لا مؤاخذة يا باشا، في واحد باشا مستني حضرتك في الجنينة بره. باشا مين؟ وانت ما تعرفوش؟ لا يا باشا، دي أول مرة أشوفه. مش هتندم. الناس دي عايزه تعمل معاك بيزنس على اعلى مستوى. يا اخي تعال اقعد معاهم واسمع منهم. كانت دي اول مره ابو نجا بهنس يضرني فيها. حتى هو لاحظ ان انا مستغرب. أنا في انتظار ردك. انا لو اعرف ان الحكايه كده ما كنتش هزيت طولي وسبت الاستراحه بتاعتي وجيت معاك على هنا يا ابو النجا. عرضك مرفوض يا سنيور، مرفوض وبالثلث. هما مش بيقولوا لك يا سنيور برضو؟ الكلام لسه ما خلصش. بالنسبه لي انا الكلام خلص خالص، خلص ومن بدري قوي. عن اذنكم. ما تخليش
الغضب يعنيك عن المصلحة اللي أنا جاي لك فيها. فكر كويس. شوف يا سنيور برليوني، أنا أعرف كويس إنك مش غبي عشان تضيع الفرصة دي من إيديك. سعد الدالي هينتهي أمره سواء بإيدك أو بإيد غيرك، ده قرار نهائي. الفرق إن إحنا هنساندك ونقف وراك لحد ما تحقق كل اللي بتحلم بيه، وهتبقى رجل العيلة الأول وتحقق كل اللي تتمناه. مش على جثة سعد. احنا مش ضد عيلة الدالي، واعتقد ان منصب الراجل التاني ده ما بقاش يليق بيك. سنيور فوزي، انت قدامك اختيارين، الاول انك تكون معانا، والتاني ان مصيرك يبقى زي مصير سعد الدالي. عارف ليه؟ عشان انا كشفت لك كل الاوراق، واعتقد انك ذكي كفايه قوي عشان تعرف ان احنا مش ممكن نسيبك حي بعد ما عرفت كل حاجه. متهيالي انك اتسرعت. بالعكس، برليوني بيعرف يختار الحصان الرابح. يقتلوك كذا مرة، فشلوا لحد ما عرف كلمني يوم الحادثة وبلغني بميعاد سفرك، وأنا بلغتهم. يمكن الحق، لكن خلاص حصل اللي حصل. المفاجأة اللي دمرتني إني شفت المرحوم حسام
وأطول يوم عشته في حياتي يا سعد. لعنت نفسي على اللي عملته، حتى لما جيت افرح بنجاتك ما لقيتش، ولقيت برليوني بعت لي. كل اللي عليك انك تختار ممرضة من الممرضات تنفذ العملية وسيب الباقي علينا. مش هيحصل. انت تعمل اللي انا امورك بيه احسن لك، لاننا ما بنحبش نسيب حاجة للصدف او للظروف، وكمان ما بنحبش نسيب شهود ورانا. عشان كده لما الممرضة فشلت في مهمتها قتلوها، وده طبعا خوفك اكتر واضطرك تكمل معاهم للنهاية. النهاية بالنسبة لي كانت موت حسام، لأنه كان أقرب ولادك. أنت قلت لقلبي ايه ده؟ ايه ده يا فوزي؟ هسيبك ترتاح مكانك. سعد يا فوزي، خلاص هموت بس مش هرتاح. سعد ليا رغبة نفسي تحققها لي يا أخويا. ايه هي يا فوزي؟ تفني جنب حسام. مش هقدر يا فوزي، مش هقدر، لأنه هيعذبك وأنت هتعذبه. أنا هدفنك مع أبويا وأبوك في سهير، وأقول لهم لما يجي أجلي يدفنوني جنبك يا ابن عمي. سامحني وقول له البنت تسامحني، خليهم كلهم متخافش يا فوزي، محدش يعرف حاجة.